عندما نسأل الناس عن معنى الخير تتكرر نفس الإجابات تقريبا: المال، النجاح، الصحة، الراحة، وحب الناس. نقضي سنوات طويلة نطارد هذه الأشياء ونفترض أن الوصول إليها يعني أننا سنكون بخير، لكن الفلسفة الرواقية توقفت عند هذا الافتراض وسألت سؤال أبسط وأعمق في الوقت نفسه: هل ما نعتبره خيرا خير فعلا؟ الرواقيون كانت لهم إجابة صادمة: الخير الحقيقي واحد فقط، الفضيلة. عندما يتحدث الرواقيون عن الفضيلة لا يقصدون الأخلاق السطحية ولا اللطف الظاهري ولا المثالية الزائفة. الفضيلة عندهم هي أن تعيش وفق العقل، وفق طبيعتك الإنسانية العاقلة، لا وفق الخوف ولا الطمع ولا الانفعال. الحكمة أن ترى الأمور كما هي، لا كما تخيفك ولا كما تغريك. العدل أن تتصرف بإنصاف حتى عندما يكون الظلم أسهل وأكثر ربحاً. الشجاعة أن تفعل الصواب رغم الخوف، لا أن تغيب عنه. والاعتدال أن لا تكون عبداً لشهواتك ولا أسيراً لأهوائك. هذه الفضائل هي جوهر الإنسان الحر. لكن لماذا قال الرواقيون إن الفضيلة وحدها هي الخير؟ لأنهم فهموا شيئاً بسيطاً لكن نتجاهله كثيراً: كل ما يمكن أن يسلب منك في أي لحظة لا يصلح أن يكون أساساً لسعادتك. إبكتيتوس قال: ليس الفقر شراً ولا الغنى خيراً، إنما الخير والشر في الإرادة وحدها. المال قد يأتي وقد يذهب، الصحة قد تقوى وقد تضعف، الشهرة قد ترتفع وقد تختفي، لكن الفضيلة لا يستطيع أحد أن يسلبك إياها إلا أنت. قد يملك الإنسان كل شيء ومع ذلك يخاف قول الحق، يكذب ليحافظ على مكانته، يظلم ليبقى في أمان، ويخون نفسه حتى لا يخسر رضا الناس. فهل هذا إنسان سعيد أم إنسان أسير؟ وفي المقابل قد يملك إنسان آخر القليل لكنه صادق مع نفسه، عادل في تصرفاته، شجاع في مواقفه، وينام مرتاح الضمير. أيهما أقرب للحرية؟ ماركوس أوريليوس، إمبراطور يحكم نصف العالم، كتب يوما: إذا كان ما تفعله عادلا فلا يهمك ما يقوله الناس. الرواقي لا يقيس حياته بما يملك ولا بما يخسره بل بما يكونه. الرواقي لا يسأل نفسه ماذا سأربح من هذا، بل يسأل هل ما أفعله يجعلني إنسانا أفضل؟ وهذا السؤال وحده كفيل بتغيير طريقة عيشك بالكامل. الفضيلة تمنحك طمأنينة لا يمكن للظروف أن تنتزعها منك. قد تمرض، قد تخسر، قد يساء فهمك، وقد تخذل، لكن لا أحد يستطيع أن يجبرك على أن تكون ظالما أو جبانا أو خائنا. وهنا يكمن سر الطمأنينة الرواقية. الرواقي لا يبني حياته على النتائج بل على المبادئ. لا يسأل ماذا سيحدث لي، بل يسأل من سأكون مهما حدث. وهذا هو الخير الوحيد الحقيقي. في الفيديو القادم سنتحدث عن سؤال صعب لكنه ضروري: كيف يتعامل الرواقي مع الألم والخسارة؟ كان هذا صوت الرواق، الحرية من الداخل.